يا مية أهلا وسهلا بكل من اللي عم يسمعنا اليوم. أهلا فيكي. اليوم رحلتنا رح تكون مميزة، مو بقلب مدينة دمشق، لا، رح نغوص بالمنطقة يلي حاضنتها، يعني السوار الخضر تبعها. عم نحكي عن ريف دمشق، هالمحافظة العجيبة يلي بتلاقي فيها خضار الغوطة يلي برد الروح، وجمال جبال القلمون، وفيها تاريخ يعني بياخد العقل. إيه، مزيج فريد فعلا. مزيج بين الريف والمدينة. مهمتنا اليوم من خلال المصادر يلي معنا نكتشف سوا سر أهمية هالمنطقة وجمالها. جاهزين؟ جاهزين. وضروري نفهم إنه ريف دمشق هو جزء يعني ما بيتجزأ من هوية دمشق الكبرى وتاريخها. أكيد أكيد. هي مو بس ضواحي، لا، هي العمق تبع العاصمة، استراتيجي، جغرافي، ثقافي حتى. حلو هالتعبير، العمق. علاقتهم ببعض علاقة حياة، يعني كل واحد بيعتمد على التاني. طيب خلينا نفوت بالعمق أكتر. الاسم ريف دمشق، ليش هيك؟ بسيطة، لأنها مثل السوار بتحاوط دمشق. إيه، بتطوقها. تماماً، وأهم جزء يمكن هو الغوطة الشرقية والغربية. بيقولوا معنى اسمها المكان كثيف الشجر والمي. وهالاسم راكب عليها 100%، أو كان راكب عليها أكثر شيء يعني. إيه والله، وسمعت كمان كانوا يسموها دمشق الكبرى. هاد بدل على أهميتها من زمان. صحيح، وهون الشيء المثير للاهتمام هو الموقع كمان. يعني ريف دمشق مو بس بيحيط بالعاصمة، لا، هو خط الدفاع عنها وبوابتها للشمال وللجنوب وللغرب كمان باتجاه لبنان. موقع استراتيجي يعني. جدا، وفيها مراكز إدارية مهمة، دوما مثلا، وعندك جبال القلمون، يعني مدن تاريخية مثل يبرود، النبك، ومصايف كمان، صح؟ الزبداني وبلودان. طبعا، ومراكز دينية وثقافية إلها وزنها مثل صيدنايا ومعلولة. وفي المدن الكبيرة يلي تقريبا صارت جزء من المدينة مثل جرمانة وقطنة. هالتنوع الجغرافي مدهش، من جبال لسهول لوديان مثل وادي بردة. وهذا التنوع هو يلي عطاها الغنى والقوة. يا سلام، جبت سيرة وادي بردة ونبع الفيجة، هدول شرايين الحياة مو بس للريف، لكل دمشق. 100%. نهر بردة هو يلي عمل جنة الغوطة بفروعه، ونبع الفيجة يعني مي الشرب الأساسية للعاصمة. المناطق حواليهم خضار وجمال، شي بياخد العقل فعلا. والمصايف الزبداني وبلودان بسموها سويسر الشرق، والله اسم على مسمى. جبال بتفتح النفس وهوا نظيف، خصوصي بالصيف، جنة. بالضبط. وهالجغرافيا المتنوعة عملت تنوع بالمناخ كمان، يعني مناطق جبلية باردة بالشتاء وممكن تثلج، إيه؟ ومناطق سهلية دافية ومعتدلة أكتر مثل الغوطة. وهالشي طبعا انعكس مباشرة على الزراعة. أكيد، الزراعة هي الأساس. تماما، هي العمود الفقري لاقتصاد الريف. الغوطة كانت ولساتها بأجزاء، يعني سلة دمشق الغذائية، قمح، شعير وفواكه، كل شي بيخطر عبال، مشمش، تين، عنب، تفاح، جوز، لوز، زيتون، خيرات الله. وكل أنواع الخضرة كمان. وهالخيرات مو بس للأكل الطازج، هي أساس لصناعات تانية. مثل شو؟ مثل الألبان والأجبان البلدية، المربيات، تجفيف الفواكه، العسل. في ارتباط كتير قوي بين الأرض والإنتاج، وهذا يمكن سر من أسرار صمود المنطقة. وهون القصة بتحلى أكتر لما نشتي عن الناس، عن أهل الريف. اها. المنطقة فيها خليط سكاني متنوع، مسلمين ومسيحيين ودروز عايشين سوا من زمان. وأهل الريف معروفين بالكرم، بالشهامة، وارتباطهم بأرضهم كتير قوي. صحيح. بس الشيء اللي عن جد فريد ومدهش للعالم كله هو موضوع اللغة الأرامية. بمعلولة وكم قرية بالقلمون لسه في ناس بتحكي أرامي. إيه، لغة السيد المسيح؟ تخيل، لغة عمرها آلاف السنين لسه موجودة وبتتداول، خصوصي بالصلوات والطقوس. كيف قدروا محافظوا عليها؟ يعني شيء عجيب. هذا بحد ذاته إنجاز ثقافي ضخم، بدل قديش الجذور عميقة بهالمنطقة. ومو بس اللغة، شو كمان؟ في عندك التراث غني. الأغاني الفولكلورية، العتابة والمجانة مثلا، بتسمعيها بالأعراس وهيك. أكيد أكيد. والحكايات الشعبية والاحتفالات تبع المواسم، يعني موسم الزيتون، عيد الحصاد، كل هذه بشكل هوية المنطقة. وهالشي بيطرح سؤال مهم، يعني شلون ممكن نحافظ على هالغنى الثقافي بعصر العولمة والتغيير السريع هاد؟ عسيرة التراث والخيرات، هلا شهيتينا والله. تبتسم، مين ما بيعرف أكلات الريف الشامي الأصيلة؟ ما في كلام.
يعني لما نقول كبنريه شغل ريف أو لبنة بلدية مع زيت الزيتون الأصلي وصحن مجدر برغل أو فريك بدجاج البلدي، يا سلام. ولا الشنكلش المعطق مع بندورة وبصل أخضر، يا سلام، شي بيفتح النفس عن جد. إي والله. والمربيات البيتوتية بقى حكاية تانية، مربى مشمش، تين، جوز، توت، سفرجل، شغل إيدين مبارك بتعرف بالخيرات. وهون منرجع منشوف الارتباط المباشر بخيرات الأرض. كل أكلة إلها قصتها، إلها موسمها، إلها منتجاتها المحلية. تكامل رائع. تماماً. يعني لما تاكلي أكلة من ريف دمشق عم بتتذوقي طعم الأرض والتاريخ سوا، وصحتين وهنا سلف لكل مين رح يجرب هالأكلات. صحتين وهنا. طيب، ولازم ما ننسى كمان نذكر بسرعة المعالم المهمة، يعني عندك دير صيدناية وقدسيته بصخرته العالية، وبلدة معلولة المعلقة بالجبل بلغتها وأديرتها، نبع الفيجة ومنظره، وطبعا الزبداني وبلودان كمصايف ووجهات للراحة. كل مكان له سحره الخاص، كل مكان قصة. وبالمقابل ضروري كمان ولو بإيجاز نذكر التحديات الكبيرة يلي واجهت المنطقة. يعني أثار الحرب كانت صعبة ببعض الأماكن، أكيد، خصوصي بالغوطة والمناطق الزراعية. تماماً. الدمار أثر على الأرض والبنية التحتية، فإعادة التأهيل من قنوات الري للبيوت للمرافق مهمة كبيرة كتير، بس ضرورية لترجع الحياة ولتضل المنطقة عم تلعب دورها. ضرورية جداً. وهالتحدي بيأكد مرة تانية قديش هالمنطقة حيوية لسوريا ككل، مو بس لدمشق. طيب، شو الخلاصة من كل هالحكي اليوم؟ يعني شو بنستخلص؟ الخلاصة برأيي إنه ريف دمشق هو أكثر بكتير من مجرد حزام أخضر أو ضواحي، هو الرئة الحقيقية لدمشق. صح. هو الجذور يلي بتغذيها بالتاريخ، بالثقافة، بالخيرات. هو هوية متنوعة بتعكس سوريا كلها بجمالها وصمودها. تماماً. وهون يمكن بيجي السؤال الأخير للتفكير: كيف هالعلاقة العضوية والمميزة بين مدينة عريقة مثل دمشق وريفها المباشر بكل هالغنى والتنوع؟ كيف ممكن تكون هالعلاقة مصدر قوة وصمود لهوية التنوعين سوا، خصوصاً بوجه التحديات الكبيرة والتغيرات العالمية يلي عم نعيشها؟ سؤال مهم. وفعلاً علاقة المدينة بالريف بهالشكل القوي ممكن تكون نموذج ملهم للتنمية المستدامة وللهوية المتجذرة. سؤال بيستحق نتأمل فيه.